تبعا لما ذكر من طرف السيد العميد على كلمة نظر بمجرد ما تم استشعار مصالح الوقاية المدنية بالهزة اللي كانت 6.3 قامت مصالح الوقاية المدنية على مستوى اقليم ناظور بتعبئة جميع المصالح التابعة للوقاية المدنية وبالتنسيق مع كافة المصالح المعنية، التواجد الميداني لكافة الفرق والوحدات التابعة للوقاية المدنية يتتبع الوضع بتنسيق مع المصالح المختصة، وضع جميع عناصر وحدة الوقاية المدنية للجهة الشرقية مكونة من 600 عنصر في حالة تأهب والمجهزة بالمعدات الضرورية تحسبا لأي تدخل. كذلك الدعم البشري واللوجستيكي لإقليم ناظور بالوحدة المتنقلة التابعة للجهة الشرقية والمتخصصة في عملية الإنقاذ والتنقيب والمكونة من 60 عنصرا مجهزة بخلية ومعدات خاصة في هذا المجال، وذلك مساء يوم الاثنين أي لافي ديال الثلاث. كذلك تعبئة وحدة الإنقاذ في المجال الحضري ما يعرف بلوزاغ والحاصلة على شهادة الاعتراف من طرف هيئة الأمم المتحدة في مجال البحث والإنقاذ، والتي ستتمركز إن شاء الله خلال يوم أو يومين إن شاء الله بمركز سلوان. كذلك تم تهيئ معدات الإيواء والتخييم المتواجدة بالمخزن الوزاري بسلوان، بحيث هذا المخزن يتوفر حاليا على 2100 ديال الخيام، 3450 ديال الأغطية، 1740 ديال الأفرشة. كذلك هناك معدات إضافية اللي في الطريق ديالها في الناظور كالخيام 10000 وحدة والأغطية 10000. فيما يخص الوضع وكذلك وضع الوسائل اللوجستيكية لإقليمي فاس وتازال في حالة تأهب، يعني لا قدر الله لكن حاجة يعني سير بلاص يشدوا طريق الناظور. كذلك الوسائل اللوجستيكية المتخصصة قادمة من الرباط والتي اللي كتوفر على خليتين التنقيب والبحث، مركز طبي متقدم، صيدلية متنقلة، ومحطتين لتصفية المياه، و4 سيارات للإنقاذ والتنقيب، و10 شاحنات لسهارج كبرى لتزود الماء، كل شاحنة كل سهارج الحمولة ديالو 11 طن، بالإضافة إلى معدات الإنارة. شكرا على انتباهكم.